السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا امير ودي قناة الربح من الالعاب ومن التطبيقات. والنهاردة هنشرح لعبة هي مش جديدة بس هي حلوة ولعبة ممتعة. واشرح لكم ان شاء الله فيها ازاي تسحب فلوسك، ازاي تجيب فلوس باسهل الطرق، وازاي تسحب فلوسك باسهل طريقة. وكل حاجة في اللعبة هشرحها لك بالتفاصيل. بس ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان لما انزل اي حاجة جديدة تيجي لحضرتك على طول. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش على الموضوع بتاعنا على طول. ودلوقتي احنا هنشرح اللعبة دي. اولا هشرح لك كل حاجة فيها. تمام. اول حاجة عندك هنا في تحت خالص، هنا في اسفل الشاشة في حاجة اسمها القتال. القتال دي اللي هي الواجهة اللي احنا فيها دي دلوقتي. في حاجة بقى اللي هي القتال اللي هي اللعبة. يعني لو عملت بدء اللعبة أنا في المستوى الخامس. لو عملت بدء اللعبة هتشتغل معاك. يعني تعالى نخش ونشوف اللعبة دي هي بتشتغل ازاي. فهنخش على اللعبة، ضغطنا على كلمة بدء. بص هي اللعبة ايه عبارة عن ان انت بتقتل الوحوش دي. يعني بص ايديك اضغط على مثلا على المطرقة اي حاجة. انت لو ده سبت واقف كده بس انت لازم تختار. هم عاملين طبعا الاختيارات دي علشان يعرفوا انت فاتح اللعبة وبتلعب ولا لا. كده احنا خلصنا المستوى. في حاجة اسمها المستوى التالي، كده هيدخلك على المستوى اللي بعد ده. وفي حاجة اسمها البيت، فاحنا عشان مش هنلعب بعد كده هنخش على البيت. كده احنا كسبنا العملات اللي هو لسه مكسبها لنا. تمام كده ايه، شفنا اللعبة اللي هي في القتال. ودي الواجهة اللي ظاهرة دي هشرح لكم كل حاجة ان شاء الله بالتفاصيل. بعدها في حاجة اسمها يدعو، في الاسفل تحتها في حاجة اسمها يدعو. هنا بيقول لك ادعوا الاصدقاء، يعني بتدعوا اصدقاء، يعني مكافآت لكل دعوة. انت ما عايز تدعي حد، لما بتيجي تدعيه بيجيلك 9800 من العملة دي. يعني بتعمل دعوة الآن بيجيلك بتعمل نسخ المحتوى أو تغيير واحد. يعني بتعمل مثلا نسخ المحتوى وخلاص على كده انت نسخته، تقدر تخش على أي حد على الفيسبوك، على جروبات مثلا على الفيس ولا على التيك توك أو في أي حتة وتنشر الرابط. أي حد بيخش على الرابط ممكن مثلا تقول له خد اللي هو رمز الدعوة ده عشان يجيله مكافأة. بيكتب الكود بيجيله 49 جنيه هدية. هنا بقول لك ايه، يعني مثلا لو دعيت شخص يقول لك إذا اجتاز صديق المستوى الثاني فسوف تحصل على المبلغ ده. يعني صديقك اللي انت دعيته لو هو اجتاز المستوى الثاني، احنا في المستوى السادس. يعني مثلا لو هو اجتاز المستوى الثاني فهيحصل على ده، المستوى الرابع هيحصل على المبلغ ده، وهكذا. كده احنا خلصنا يعني الواجهة دي. هنخش بقى على بعد كده اللي هي المهمات. دي المهمات اليومية بتتغير كل يوم، كل يوم بتلاقي مهمات. هي نفس المهمات بس بتتجدد. هي الفكرة في ده كله. هي نفسها. بص فاضل لي ساعة واربع دقايق والمهمات بتاعتي تتجدد. المهمات عبارة عن ايه؟ هنا بيقول لك ادعو اصدقاء، هنا تحميل لعبة والعب يعني. بس انت بقى إيه؟ ولا هتحمل لعبة ولا هتلعب. انت هتعمل ايه؟ هتعمل زي ما انا هقول لك في الفيديو ده. اول حاجة هتضغط على الانهاء وتعمل اكنك هتروح تحمل لعبة تحميل الان. هو هيجيب لك بص هنسيبه يحمل براحته. بعدها نضغط على الفيديو، وبعدين بتعمل فتح باستخدام جوجل بلاي. ما تخافش مش هننزل اي حاجة، احنا هنهيأ له اكننا داخلين وهنحمل اللعبة. وهنعمل هنصبر بس ثانيتين او دقيقتين بس بالظبط. يعني هنقف كده شوية، وبعدين هنطلع كده من جوجل بلاي كده ونخش في التطبيق مرة أخرى. وبعد ما بنخش في التطبيق بيجيب لنا كده الواجهة الأولى اللي هي بتاعة القتال. وبعدين بنخش على المهمات تاني، بنلاقي المهمة اختفت من فوق. بنرجع تحت خالص كده هتلاقي موجودة تحميل ولعب. بقول لك عشان هي كام من كام، هي اتنين. تمام بتنفذها مرتين. احنا نفذناها مرة فبيقول لك استنى بعد تلات دقايق وتنفذ المرة التانية. وبعدين بتجتاز بتاخد 15 من دي و140 من العملة دي. تمام وهكذا في الفيديو. وهنا برضو اللي هي بيقول لك ايه، دعوة اصدقاء ديت بتدعو 5 اصدقاء بتكسب الجايزة دي والجايزة دي. تمام. وطبعا كل ما بتعمل يعني مثلا لو انت لسه في نفس اليوم، يعني مثلا انت لسه ما عملتش اعادة ضبط العد التنازلي، لسه ما خلصتش، ودعيت 5 اصدقاء يقول لك ادعو 10 اصدقاء. بعدها يقول لك لو العد دي خلص بيرجع لك صفر تاني.
يعني انت بتبقى عامل دعوة ل5 اصدقاء، لا هو بيرجعها لك ل0 ويقول لك ادعو 5 اصدقاء زي كده. وبرضه بتنفذ المهمات ديت، يعني مثلا اكمال مهمة اللي هو بيخليك تقف في واجهة زي كده. بص، المهم ان انت بتدنيك واقف في الواجهة دي. يعني مثلا ممكن تدنيك تلعب عجلة الحظ، بس دي وهمي مش حقيقي. يعني الحاجات دي كلها وهمية مش حقيقية. بتدنيك واقف كده، وبعدين بتضغط على علامة السهم اللي في أعلى الشاشة على إيدك اليمين من فوق. بيقول لك إيه؟ تقدم المهمة، لسه المهمة ما كملتش. تعمل إكمال المهمة وتستنى شوية، وبعد حوالي دقيقة هتضغط تاني على السهم اللي في أعلى الشاشة على إيدك اليمين. على طول جاتلك الجايزة تهنئة 140 والأربعة، وتعمل تمام. وبيجي لك بيقول لك احنا نفذنا 3 من 5 مرات منها. في بقى كل فيديو بتسمع فيديوهات بس غير التانية، يعني ما بتعملش فتح باستخدام جوجل بلاي، لا انت بتضغط على علامة الاكس اللي هي بتبقى في اعلى الشاشة وخلاص على كده. في مقاطع الفيديو اللي هي ترى الكمية دي لما بتيجي تلعب، ما يعني لو ضغطت عليها ممكن ما تفتحش معاك، فلازم تبقى بتلعب اللعبة وتعمل بقى يعني ايه اعلان عشان تسود من المكافأة بتاعتك. ودي اجتياز مستوى، ودي الوقت عبر الانترنت. يعني وانت بتلعب لازم تعدي 30 دقيقة في اللعب علشان تاخد الجايزة دي ودي. تمام، وهكذا. يعني في ده كله بتنفذ المهمات اللي انا قلت لك عليها وبتاخد بيها الجايزات دي. وغير كده برضو بتاخد جايزات هنا، يعني مثلا وانت بتنفذ المهمات دي في الشريط دي بيدان يكمل 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 لحد الاخر. تمام، كده احنا خلصنا المهمات. هنخش على حساب الوكيل. دي الليفل بتاعك، يعني انا لسه في الليفل الاول. دي برضو يعني ايه، بيقول لك هنا لو دخلنا على مساهمة التحالف ديت العملة اللي هي بتاعت الترس، اللي هي دي اللي انا قلت لك عليها في المهمات، هتلاقي موجودة يعني مثلا احنا عملنا استلام اها، هي العملة دي. ودي العملة التانية، دي الفلوس اللي احنا هنسحبها. هوريك دلوقتي واشرح لك كل حاجة في اللعبة. دي الترس اللي انا قايل لك عليها دلوقتي اللي هي في حساب الوكيل انا معايا 27 من 300. كل ما بتنفذ المهمات دي كل ما هنا مستواك بيعلى، الليفل بتاعك بيعلى، بتاخد جايزة. يعني مثلا هنا 150، هنا بتاخد جايزة 99، هنا جايزة 125 وهكذا لحد ما توصل الليفل الخامس. تمام، وهكذا يعني في اللي انا قلت لكم على دي. وفي قواعدها لازم تقراها. يمنحك كل مستوى عميل مكافأة نقدية بعد التحقق مساهمة تحالف معينة يوميا. ستحصل على مكافأة مستوى الأعلى، تزداد المكافأة بعد الوصول إلى مستوى العميل الثاني. يمكنك سحب كل ملء رصيد. تخفض المستوى الأعلى رسوم معالجة بعد الحد الأدنى 0. فهمت؟ يعني هنا بقول لك لم يتم الاستلام، يعني دي كله المفروض استلمه النهارده. لم يتم استلامه 574 عملة خضراء. تمام، وأعلمك كل حاجة إن شاء الله في الفيديو ده. بعد ما احنا كده عرفنا كل المهمات اللي هي اللي تحت، هنخش بقى على ايه. احنا طبعا عرفتكم اللعبة. بعدها يعني المهمات دي بتكمل وانت بتلعب وانت بتعمل المهمات اليومية اللي هي المهمات دي. يعني بص الشريط اللي فوقها بيقول لي استلم استلمتها، وهكذا. بص جت علامة صح، وهكذا بتدانيك كل ما بتلعب هنا. يعني مثلا لو عملنا هنا كده، بص الشريط طلع سنة الشريط الأصفر راح طالع سن، وهكذا. دول بقى بيكملوا برضو. يعني هنا بيقول لك دي رمز الدعوة اللي انا كنت لسه قايل لكم عليها، اللي انت بتاخده. يعني مثلا لو انا بعت لك رمز دعوة بيجي لك كود الدعوة، بتدخله هنا وبتستلم ال49 العملة الخضراء اللي هي العملة دي. وأعلمك ازاي تسحبها دلوقتي، وان شاء الله أعلمك في الفيديو ده. امال دي ودي بتبقى من المهمات اليومية. تمام، هنا بقى في اللي هو اللبس، وبقى والزي بتاع الراجل ده كله. يعني بتختار كده فتح، بس بتفتحه مجانا بس بتشاهد اعلان. فتح، ودام في علامة التلفزيون اللي فوق دي يبقى هو شاهد اعلان. تمام، وفي هنا برضو ديت اللي هي بتبقى مكافآت يومية. يعني اليوم الاول انا استلمته، اليوم التاني، اليوم التالت، اليوم الرابع، وهكذا لحد اليوم ال15، وبتتجدد تاني.
هقول لك بعد 15 يوم من التسجيل الوصول الترقيمي سوف يتم إعادة تعيين المكافأة. وفي برضو دي الخريطة دي برضو بتبقى من هنا، من اللي هي الأوراق دي بتيجي منين؟ الأوراق دي بتيجي من المهمات دي 3 أوراق من دي، وبتيجي برضو من المهمات اليومية ورقة، وهنا 100 ورقة عشان لما تكمل الشريط ده. دي كله من الأوراق دي، بتخش وتضغط عليها كده. يعني أنا مثلا فاتح الاتنين كده، وبعدين بيضغط وبتستلم الورقة بتسحب من الورقة دي وبتفتح بقى علامة الاستفهام دي. أنا فاتحها، كان في هنا حوالي 3 علامات استفهام كمان وأنا فتحتهم من الورقة دي. وبعدين بعد ما بتخلص مثلا الخريطة دي بتعمل طلب خريطة جديد، بيقول لك انقر على أي نقطة موارد للاستهلاك الرقائق فك التشفير للاستكشاف بعد العثور على خزنة الذهب الأسود يمكنك تقديم بطلب الحصول على خريطة جديدة. وهي دي الخزنة الذهب الأسود، هي دي آخر حاجة يعتبر. هنا اداك مكافأة 99 من 10 العملة الخضراء، هنا جت 980، هنا 240 من العملة الذهبية، ودي من العملة الذهبية دي هتبقى فيها اللي هو الخزنة الذهبية الأسود اللي هو بيبقى بتالي عشوائي. تمام. وكده هنخش بقى على طرق السحب. هما طريقة السحب العملة الخضراء والعملة الذهبية. العملة الذهبية أولا هي زيها زي لعبة كريز روك. هنا بيقولك 10,000 من العملة الذهبية بتساوي 10 جنيه. فاهمني؟ يعني أنا هنا بص، عملات الذهبية العملاتي اللي هي معايا دلوقتي كام؟ 400. عاملين لك كام جنيه؟ عاملين لك 400 قرش اللي هو 40 من 10، مش مكملين جنيه. لما تكمل 1000 هيروح مديك جنيه. وزي ما قلت لك 10,000 كي يعني 1000، 10 كي يعني 10,000 بيساوي 10 جنيه. وبما بتيجي طرق السحب بتضغط هنا طريقة السحب، تختار المحفظة بتاعتك البي بال. لو عايزين نعمل فيديو عن البي بال وازاي تعمل حساب عرفني طبعا. وفي هنا عندك فودافون بتضغط عليها تعمل رقم الحساب، يعني بتعمل هنا على القلم وبعدين بتعمل تعيين او تعمل رقم الحساب، بتكتب الرقم الحساب بتاعك الشخصي بتاع المحفظة اللي انت هتسحب عليها. تمام. وبتعمل سحب كل شيء. وبعدين احنا كده عرفنا سحب العملة المعدنية اللي هي الذهبية اللي هي دي. بعدها نخش على العملة الخضراء دي. العملة الخضراء برضو هي زي لعبة كريز روك برضو. يعني ايه؟ بعد ما بتكون مثلا 740 او 1500 او 2500 بتستلمهم، وبيقول لك نفذ برضو مهمات انك تضيع اصدقاء ازاي. بس هي العملة الخضراء مش حلوة. يعني لو انت عندك اصدقاء كتير مثلا وهتسحب وهتعرف تسحب ماشي. وطريقة السحب طريقة السحب هي زي التانية، بس العيب اللي هي بيقول لك يعني مثلا ادعوا اصدقاء، يقول لك اعمل مهمات وحاجات من دي، فدي بتلخمك. ممكن ما تحبهاش بسبب الحركة دي بس. تمام. فانت ممكن تعتمد على العملة الذهبية. لو انت عندك اصدقاء كتير فممكن تعتمد على العملة الخضراء. وده كان شرح النهاردة. ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لناس اكتر واكتر. الاشتراك مش بفلوس، فتقدر تضغط علشان لما انزل حاجة جديدة توصل لحضرتك. متنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.